السلام عليكم طلبة الصف الأول الإعدادي. هحل معاكم النهاردة المحافظة السبعة، محافظة الغربية. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. 1. الزاوية التي قياسها 30 درجة تتمم الزاوية التي قياسها نقط. الزاويتان المتتمتان مجموعهم 90 درجة. طب هو مديني زاوية منهم 30، يبقى عشان أجيب الزاوية اللي بتتممها يبقى هطرح من 90، يبقى 90 ناقص 30 هتساوي 60 درجة. الاختيار نمرة ب، 60 درجة. بعد كده السؤال التاني، الزاويتان المتكاملتان مجموع قياسهما هيساوي نقط، هيكون بيساوي 180 درجة. الاختيار نمرة د. بعد كده السؤال رقم 3، مديني المثلث أ ب ج يطابق المثلث س ص ع، وقياس زاوية أ ب50 درجة، مديني قياس زاوية ص ب60 درجة. عايزة أجيب قياس زاوية ع. زاوية ع هتكون بتساوي زاوية ج، دي الزاوية اللي قصادها. طيب أنا عايزة أجيب زاوية ج. دلوقتي أنا عندي في المثلث أ هتكون بتساوي زاوية س، يبقى أ أنا عارفاها ب50، يبقى س هيبقى زيها ب50. وعندي زاوية ص هتكون بتساوي زاوية ب، زاوية ص هتكون بتساوي زاوية ب. يبقى كده أنا عرفت زاويتين في المثلث، أقدر أجيب الزاوية التالتة. عرفت زاوية ج هي هتكون بتساوي زاوية ع. زاوية ج هتكون بتساوي كام؟ هقول بما أن مجموع قياسات الزاوية الداخلة المثلث 180 درجة. 180 هطرح منها 60 زائد 50 هتبقى 110. 180 ناقص 110 يبقى 70 درجة. يبقى أنا كده جبت الزاوية اللي ناقصة هنا 70 درجة. زاوية ج هتكون بتساوي زاوية ع، يبقى هو أنا عايز قياس زاوية ع هتبقى الاختيار نمرة ج، هتبقى 70 درجة. يعني هنا كان مديني زاوية أ، وأنا جبت من التطابق المثلثين إن أ بتساوي س، يبقى أنا كده جبت زاوية س ب50. وأنا عارفة في المثلث ده زاوية كده، عرفت في المثلث ده زاويتين، أقدر أجيب الزاوية التالتة اللي هي ع هتبقى ب70 درجة، وهتكون برضو بتساوي قياس زاوية ج. بعد كده السؤال رقم 4، إذا كان قياس زاوية س بتساوي 100 درجة فإن قياس زاوية س المنعكسة يبقى أطرح من 360، يبقى 360 ناقص 100 هتبقى بتساوي 260 درجة. هيبقى الاختيار نمرة د. بعد كده السؤال رقم 5، الزاويتان المتجاورتان المتكاملتان. زاويتين متجاورتين متكاملتين يعني ايه متكاملتين؟ يعني مجموعهم 180 درجة. زاويتين مجموعهم 180 درجة، يعني كده عاملين لي زاوية مستقيمة. الزاوية المستقيمة دول هتكون ضلعها المتطرفان هيبقى ايه؟ هيبقى على استقامة واحدة. يبقى الاختيار نمرة ج، على استقامة واحدة. لكن لو قال لي زاويتين متجاورتين متتمتين هيبقوا مجموعهم 90 درجة، يعني أنا عندي زاويتين جنب بعض مجموعهم 90 درجة، هيكون هنا ضلعهم المتطرفان هيبقوا متعامدين. لكن هنا هو قال لي متكاملتان يعني عاملين لي زاوية مستقيمة، يبقى ضلعهم المتطرفان على استقامة واحدة. بعد كده السؤال رقم 6، إذا تقاطع مستقيمان فإن كل زاويتان نقط متساويتان في القياس. كده عندي مستقيمين متقاطعان، فإن كل زاويتان زاويتان متقابلتان بالرأس. كل زاويتان متقابلتان بالرأس هيكونوا متساويتان في القياس. هيبقى الاختيار نمرة د، متقابلتان بالرأس. بعد كده السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية. السؤال الأول، المستقيمان الموازيان لمستقيم ثالث يكونان نقط. لو أنا عندي مستقيمين، المستقيمين دول بيوازوا مستقيم تالت، يعني المستقيم الأول ده بيوازي المستقيم الأسمر اللي هو التالت، وعندي المستقيم التاني برضو بيوازي لي المستقيم التالت. اللي هستنتج ان المستقيمين دول هيكونوا متوازيان، يبقى يكونان متوازيان. بعد كده السؤال التاني، إذا كانت القطعة أ ب تطابق القطعة س ص فإن أ ب ناقص س ص هتساوي كام وحدة طول؟ لو أنا عندي أ ب بتطابق س ص معناها إن أ ب بتساوي س ص، يعني قدها بتساويها. يعني لو أ ب دي ب6 يبقى س ص ب6، لو أ ب ب10 يبقى س ص ب10. طب لما أجي أطرح كميتين متساويتين من بعض هيبقى الناتج هيبقى بيساوي 0. لكن لو جابلي أ ب على س ص، كده أنا بقسم كميتين متساويتين على بعض، الناتج هيكون بيساوي 1. كأني بقسم 6 على 6 فيها الواحد، أو 5 على 5 فيها الواحد. لكن هو هنا قال لي
ألف ب ناقص س ص عشان أطرح كلمتين متساويتين الناتج هيطلع صفر. بعد كده السؤال رقم 3، إذا كان لام واحد ولام اتنين مستقيمين. عندي مستقيمين وقال لي إن لام واحد المستقيم الأول يوازي لام اتنين، يبقى أنا عندي المستقيمين دول متوازيين، فإن لام واحد تقاطع لام اتنين. تقاطع يعني فين النقطة اللي لمسوا بعض فيها اتقطعوا فيها. أنا ما عنديش التوازي، ما يبقى مفيش فيه تقاطع. المستقيمين المتوازيين عمرهم ما يتقابلوا ولا يتقاطعوا، يبقى لام واحد تقاطع لام اتنين هيكون بيساوي فاي. مفيش تقاطع، مهما مد المستقيمين مش هيتقابلوا مع بعض ولا هيتقاطعوا، يبقى التقاطع هيكون بيساوي فاي. بعد كده إجابة السؤال رقم 4، أنا عندي زاوية أ وزاوية ب زاويتان متتامتان يعني إيه؟ يعني مجموعهم 90 درجة. وعندي زاوية أ تطابق زاوية ب. يعني إيه زاوية أ تطابق زاوية ب؟ يعني قياس زاوية أ بيساوي قياس زاوية ب، قدها وبيساويها. طب أنا عرفت دلوقتي إن مجموعهم 90 وهما بيساووا بعض، يبقى ال90 دي هقسمها عليهم بالتساوي، يبقى 90 على 2 هيساوي 45 درجة. هو عايز قياس زاوية أ هتبقى بتساوي 45 درجة. بعد كده السؤال رقم 5، محور تماثل القطعة المستقيمة هو المستقيم العمودي عليها من نقط. المستقيم العمودي عليها من منتصفها. محور التماثل بيقسم القطعة المستقيمة دي نصين قد بعض وبيكون عمودي عليها، يبقى العمودي عليها من منتصفها. بعد كده السؤال رقم 3، أ في الشكل المقابل مديني قياس زاوية أ م ب. أ م ب ب90 درجة، وقياس زاوية أ م ج ب130 درجة. اوجد بالخطوات قياس زاوية ب م ج. أنا عندي دلوقتي دول 3 زوايا متجمعين حول نقطة اللي هي نقطة م. عارفين النظرية بما أن مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة بتساوي 360 درجة، يبقى عشان أجيب قياس زاوية ب م ج هطرح 360 ناقص 90 و130. يبقى هنكتب الكلام دوت. هقول بما أن مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة بتساوي 360 درجة، إذن قياس زاوية ج م ب اللي هو عايزها الزاوية دي هتكون بتساوي 360 درجة ناقص افتح قوس الزاوية اللي عندي 90 والزاوية التانية 130، هجمع عليها 130 يبقى هتساوي 360 ناقص 90 و130 220. 360 ناقص 220 هتبقى 140 درجة، يبقى ده المطلوب الزاوية اللي ناقصة. بعد كده السؤال رقم 3 ب في الشكل المقابل مديني قياس زاوية ل ص ع بتساوي 40 درجة، ومديني قياس زاوية س بيساوي 110 درجة، مديني س ص بتساوي ل ص، ومديني س ع بتساوي ل ع. أول مطلوب مديني هل المثلث س ص ع يطابق المثلث ل ص ع. هنشوف الشروط متوفرة لتطابق المثلثين. أول حاجة مديني س ص بتساوي ص ل، ده أول شرط، ومديني س ع بتساوي ل ع، ده تاني شرط. وعندي الشرط التالت إن ص ع ده ضلع مشترك بين المثلثين. يبقى أنا كده لقيت التلات شروط، يبقى هنكتبهم وهقول فيهما. أول شرط مديهولي في المعطيات اللي هو س ص بتساوي ل ص، وتاني شرط برضو مديهولي اللي هو س ع بتساوي ل ع. الشرط التالت أنا جبته اللي هو ص ع ضلع مشترك، يبقى هقول ص ع قطعة ص ع هيبقى ضلع مشترك. كده احنا جبنا الشروط. أقول إذن المثلث س ص ع يطابق المثلث ل ص ع. ولماذا احنا كده جبنا الشروط، يبقى نعم يطابق اهو المثلث ألف كده كتبت ان المثلثين متطابقين وجبنا الشروط، يبقى كده دي لماذا. يبقى هنا تاني حاجة اوجد قياس زاوية ل ع ص تاني هو عايز قياس زاوية ل ع ص اللي هي دي هو عايزها. انا المثلث اللي فوق ده انا معرفش فيه الا زاوية واحدة، والمثلث اللي تحت برضو معرفش فيه الا زاوية واحدة. طيب هو مديني في المثلث اللي فوق زاوية س ب110، هي زاوية س هتكون بتساوي مين من المثلث اللي تحت؟ زاوية س قصادها زاوية ل.
ايه اللي هينتج من تطابق المثلثين؟ ان قياس زاوية س هتكون بتساوي قياس زاوية ل هتساوي 110 درجة. كده انا جبت زاوية ل دي ب110 زيها. دلوقتي انا عندي كده زاويتين في مثلث، اقدر اجيب الزاوية التالتة اللي هو عايزها ل ع ص، اجيبها بمجموع قياسات الزوايا داخلة المثلث. يبقى احنا جبنا دي 110، وهقول بما ان مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث بتساوي 180 درجة، إذا قياس زاوية ل ع ص هتساوي 180 درجة ناقص افتح قوس 110 زائد 110 اللي احنا جبناه اللي هي زاوية ل، زائد 40 اللي هو مديهالي، هتساوي 180 ناقص 110 40 هيبقى 150. يبقى أنا كده جبت الزاوية اللي عايزها، 180 ناقص 150 هتبقى ب30 درجة. يبقى قياس الزاوية ل ع ص هتساوي 30 درجة. بعد كده السؤال رقم 4 أ في الشكل المقابل مديني أ ب يوازي ج د، مديني أ ب يوازي ج د، وقياس زاوية أ ب150 درجة. اوجد قياس زاوية د. أول حاجة عايزنا نجيب قياس زاوية د. بعد كده بيقولي إذا كان قياس زاوية ج دي ب30 درجة، هل أ د يوازي ج ه. أول حاجة عشان أجيب المطلوب الأول اللي هو قياس زاوية د هستخدم التوازي. هخبي الرسم، أول رسمة كده أنا عندي أ ب بيوازي ج د، فكده عندي وألف د ده القاطع ليهم، أ ب يوازي ج د وألف د ده القاطع ليهم، يبقى كده عاملين لي حرف اليو، يبقى في تداخل. يبقى هجيب زاوية د دي بالتداخل هيبقى 180 ناقص 150 هتساوي 30 درجة بالتداخل. أكتب الكلام دوت، هقول بما أن أ ب يوازي ج د، إذن قياس زاوية د هتساوي 180 درجة ناقص 150 درجة هتساوي 30 درجة بالتداخل. يبقى أنا كده جبت المطلوب الأول اللي هو قياس زاوية د. بعد كده بيديني قياس زاوية ج ب30، وبيقولي هل أ د دوت هيوازي ه ج. أ د وج ه مين القاطع ليهم اللي هو ج د، كده عاملين لي حرف الزد يعني في تبادل. يبقى هشوف لو الزاويتين اللي في وضع تبادل دول بيساووا بعض، يبقى كده القطع أ د توازي الشعاع ج ه. أنا عندي قياس زاوية ج ب30 وأنا جبت زاوية د ب30 وهما زاويتين في وضع تبادل، يبقى كده إذا أ د يوازي ج ه. أكتب الكلام ده، هقول بما أن قياس زاوية د بتساوي قياس زاوية ج بتساوي 30 درجة وهما في وضع تبادل، إذا ج ه الشعاع يوازي أ د وهو ده المطلوب. بعد كده السؤال رقم 4 ب في الشكل المقابل مديني أ ج تقاطع ب د بتساوي المجموعة م، ومديني م أ بتساوي م د، ضلع في المثلث الأول بيساوي ضلع في المثلث التاني، ومديني م ب بيساوي م ج، ومديني أ ب ده ب5 سنتي. عايزة أجيب شروط التطابق بتوع المثلثين. أ م في المثلث الأول بيساوي م د في المثلث التاني، يبقى هكتب الشرط الأول أ م بيساوي م د، وعندي ب م في المثلث الأول بيساوي م ج في المثلث التاني، يبقى ده الشرط التاني م ب بيساوي م ج. بعد كده عايزة أجيب الشرط التالت. مفيش ضلع مشترك ومفيش زوايا مديها لي إن هي بتساوي بعض، بس مديني تقاطع، مديني إن أ ج بيقاطع ب د. اللي استنتجوا من التقاطع إن في زاويتين قصاد بعض بيساوي بعض بالتقابل بالرأس، يبقى كده هقوله قياس زاوية أ م ب هتكون بتساوي قياس زاوية د م ج بالتقابل بالرأس. يبقى زاويتين بيساوي بعض بالتقابل بالرأس. يبقى كده احنا جبنا ال3 شروط. إذا المثلث أ ب م يطابق المثلث د ج م. كده جبنا شروط التطابق. بعد كده بيقول لي اوجد طول ج د. ج د هيكون بيساوي ب أ، مديني ب أ ب5 سنتي، يبقى من نتائج التطابق هقوله إذا أ ب هيكون بيساوي ج د هيكون بيساوي 5 سنتي.
يبقى أنا جبت ج د اللي هو عايزه ب5 سنتي، وكتبنا شروط التطابق. بعد كده السؤال رقم 5 أ في الشكل المقابل مديني أ ب بيوازي ج د بيوازي ه واو، مديني أ ج بتساوي ج ه، يعني أجزاء القطع الأول أ ه ده القطع ليهم، أجزاء القطع الأول متساوية، ومديني ب واو كله ب8. يبقى كده عندي أجزاء القطع الأول مديهالي متساوية، أنا هستنتج إن أجزاء القطع التاني اللي هو القطع التاني اللي هو ب واو، القطع للمستقيمات المتوازية هيكون أجزاءه هو كمان متساوية. يبقى أكتب الكلام ده. أول خطوتين بتبقى موجودة في المعطيات، بما أن أ ب بيوازي ج د بيوازي ه واو، يبقى كده عندي مستقيمات متوازية وعندي أجزاء القطع الأول متساوية، وهقول برضو بما أن أ ج بتساوي ج ه، كده أجزاء القطع الأول متساوية. أنا هستنتج إيه؟ هقول إذا أجزاء القطع التانية هتكون متساوية، يبقى ب د هيساوي د واو. طيب هو مديني ب واو كله ب8، يبقى عشان أجيب الجزء الواحد يبقى هقسم 8 على 2 عشان هو مقسوم قطعتين، القطع ب واو متقسم لجزئين، هنقسم 8 على 2 هيساوي 4 سنتي. يبقى كده احنا جبنا طول ب د. بعد كده السؤال رقم 5 ب باستخدام الأدوات الهندسية ارسم زاوية أ ب ج قياسها 80 درجة، ثم ارسم ب د منصفا لها، الشعاع ب د ينصف. أول حاجة عايزين نرسم زاوية 80 درجة، هنرسم الشعاع اللي هو ضلع الزاوية، وهنقف بالمنقلة عند رأس الزاوية، حددنا نقطة رأس الزاوية، وأهم حاجة الصفر يكون مظبوط على السطر. بعد كده هنعد 80 دي زاوية حادة، 0 10 20 30 40 50 60 70 80. هاجي عند 80 وهحط نقطة، بعد كده هوصل رأس الزاوية بالنقطة اللي أنا حددتها. هنسمي الزاوية دي أ ب ج. كده أنا رسمت أ ب ج 80 درجة، عايزنا ننصفها، الشعاع ب ده اللي ينصفها. عشان أنصف الزاوية هنقف بسن البرجل عند رأس الزاوية، وهقطع الضلعين بتوع الزاوية. بعد كده هنحدد نقطة التقاطع، القوس اللي رسمته مع الضلعين بتوع الزاوية، وهقف عند كل نقطة تقاطع وهعمل قوس، وعند نقطة التقاطع التانية اللي حددتها مع ضلع الزاوية وهعمل قوس. دلوقتي عملنا قوسين، القوس التاني قطع القوس الأولاني، هنحدد نقطة التقاطع وهنوصل ب رأس الزاوية بنقطة التقاطع، وهنسميها ب د، الشعاع ب د. يبقى كده نصفنا الزاوية. بانتهاء السؤال ده تكون انتهت محافظة الغربية. يا رب أكون قدرت أفيدكم. شكرا ليكم، مع السلامة.